معاها في باب سلك عشان ميلموش. دي أول ما نخش من باب الشقة في مطبخ مفتوح على ريسبشن، ده مع أدواته مع المطبخ ده، وفي شباك هنا على البيت مع المطبخ، وفي هنا الثلاجة. وبعدين بعد كده بنخش المطبخ المفتوح ده. لو عملنا منظر كده من المطبخ ده هيبقى فيه أنتريه، ترابيزة سفرة صغيرة مع النيش بتاعها صغير. بعدين في هنا تلفزيون جراندي، وفي 2 ستاند تكييف، واحد هنا واحد هنا. لما بنطلع من الريسبشن هنا بنطلع على التراس. احنا عاملين تحت صغيرة هنا كده، ده المنظر من التراس مثلا من الجنب هنا كده، وبعدين ده المنظر كده لحد احنا يمكن نبقى 7 من بعد الفيلا على البحر، قريبين يعتبروا قريبين من البحر. ده جارنا تحت عامل الجنينة. بعدين بعد كده ممكن نخش من الريسبشن ده برضه على ايه، على أوضة النوم. فدي أوضة نوم مع التراس. الأوضة دي عبارة عن سرير، بعدين فيها تكييف. احنا كده طالعين من داخلين على الأوضة دي، وفيها دولاب من مفكو صغيرة، دولاب دلفتين. بعد كده دي الأوضة، نطلع من الأوضة التانية دي الطرق اللي جاية من الريسبشن ده، الريسبشن كده. أو يعني لو عايزين نتخيل يعني احنا داخلين من المطبخ تاني يوم، بعدين نخش من هنا. دي احنا شفنا الأوضة الأولانية، وبعدين دي الأوضة اللي في النص، فيها سريرين، فيها عاملين برضه فيها تكييف، وعاملين فيها دولاب كبير جوه الحيطة. يعني كل الدواليب دي دولاب كبير جوه الحيطة. وبعدين بين الأوضتين دول في حمام. الحمام ده فيه حوض هنا مع حوض فيه تواليت، وبعدين هنا في النص عاملين احنا الدش. تمام. وبعدين الدش فيه الغسالة، وفي معاها كمان في سخان هنا جنب شوية. لو مشينا كده هنطلع على بعد كده على وش يمين على غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية يعني السرير